السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد معانا النهاردة. هنعمل معاكم صينية السمك في الفرن. السمك دوت دنيس. ممكن تعمليه بأي نوع تاني انت تحبيه، بس انا بحبه بالطريقة دي قوي، بيطلع جميل جدا. هوريكم الطريقة دلوقتي. معانا سمكتين كبار اهم، وهنبتدي. بصوا، هو متنضف نص تنظيف، هبتدي ان انا انضفه. تمام. لما تيجي تنضفي بالفرشة بتشيل الحاجات الصغيرة اللي انت ما بتعرفيش توصليها. بس حبايبي، نضفت السمك طبعا زي ما انا وريتكم كده. هنبتدي بقى ان احنا ايه، اقول لكم على طريقة التتبيلة بتاعته. هنا المكونات اللي هتتحط على صينية السمك. معايا هنا هو كرفس مقطعاه قطع صغيرة، معايا فلفل رومي وفلفل حراق، واللي مش عايزه سبايسي يعني ما يحطش فلفل حراق. ومعايا هنا هو ريحان فريش. طبعا هنا فلفل حراق والفلفل الرومي دول هيتحطوا على الثوم. معايا جزر، معايا بصل، معايا جنزبيل مبشور. تمام. دي اللي هي الخضار اللي هيتحط على صينية البصل. معايا هنا بطاطس مقطعاها زي الشيبسي، بس يعني اتخن حاجة بسيطة. ليه بقى؟ عشان خاطر انا لو قطعتها عريضة مش هتستوي، لان السمك ده بيستوي بسرعة. تمام، فلازم تتقطع رفيعة كده. معايا ليمون معصور. وعلى فكرة السمك ده، صينية السمك ما بيتحط لهاش ليمون كتير. تمام. معايا خل، معايا نص راس توم، او حسب كمية السمك اللي هتعمليها بتكتري التوم. ومعايا حاطة فيها كرفس متقطع صغير. هدق التوم، هحط عليه فلفل حراق، وهقطع عليه فلفل رومي، احط عليه ملح، احط كمون، توابل سمك. طبعا اللي عايز يحط شطة بيحط، على اساس لو هو عايزه سبايسي. انا فرمت الثوم. ليه هتقولي لي ان انا ما فرمتوش في الخلاط اللي هو الكبة؟ يا جماعة، لما بيتفرم الثوم في الهون مع كل الخليط بتحس ان هو بتبقى ريحته نفاذة وطعمه باين جدا. ده رأيي انا يعني. هناخد جزء من الثوم نحطه هنا. لو هتعملي رز سمك بتخلي جزء من الثوم كده هوت، على اساس ان انت ايه تحطيه مع البصلة. تمام. جزر، جنزبيل، وهنحط كرفس، وهنحط فلفل رومي، هنقطع الريحان. لو ما عندكيش ريحان فريش ممكن تستخدمي ريحان آه، مجفف. هنحط بصل. طبعا احنا مقطعين البصل ده على اساس ايه، يعني احنا هنحط كل الخليط، بس انا مش هحط كل الخليط على اساس إيه، يعني احشي والباقي ده احطه في الصينيه. هنحط خل. انا بحب اكتر الخل في السمك يا جماعه على اساس ريحه الزفاره. احط شويه توابل تاني. كمون، هو السمك بيحب الكمون. احط شويه ملح. طبعا توابل السمك انا حاطه في التوم بس مش حاطه كميه كبيره. تمام كده. هنحط زيت.
طبعا بتدوق الخلطه، لو محتاجه ملح بتحطي. الخلطه بتبقى جاهزه معانا. تمام. هنبتدي نحشي السمك بقى. على فكره نسيت احط الليمون، هنحط ليمون مش كتير. الاول يا جماعه بنشرح السمك كده. شرحناه كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا يبقى مفتوح كده عشان انا ادخل الحشوه جواه. طبعا دي ايدي انا اهي. ماشي. واخد ادخل هنا كده كده كده. وبردك الناحيه التانية نفس القصه اهو كده كده. تمام. بيبقى للاخر كده. على فكره انا بفتحه للاخر كده. تمام. بيبقى كده. هعمل التانية وارجع لكم. خلصته اهو يا حبايبي. بصوا دي هنا باقي الخلطه. هحط فيها باقي الخليط اللي احنا قلنا عليه. لو عايزين تضيفوا كوسه وجزر نقطع شرايح براحتكم. هنحط البطاطس هنا كده. تمام. وهضيف نقطه كمون صغيره توابل السمك. وهقلب كده. في ناس بتحط له طماطم، انا ما بحطلهوش طماطم لان كده بيبقى خفيف جدا. حتى لو كلتيه في اي وقت بالليل ولا في اي وقت بتلاقيه خفيف وما فيهوش حموضه يعني. تمام كده. هحط نقطه ليمون من اللي كانت فايضه معايا، نقطه صغيره بس كده. واقلب. احط نقطه زيت عشان الخليط ده اللي هحطه في الصينيه من تحت، يعني تحت السمك. هنحط شويه الريحان دول زي ما هما كده عيدان، يعني بورقتها مش هقطعه. جبت الصاج اللي هو بتاع الفرن، احط فيه ورق زبده الخليط ده اهو كده. البطاطس انا حاطه بطاطسيه واحده يا جماعه، اللي عايز يحط اكتر براحته. بتكوني مشغله الفرن على درجه حراره عاليه في الاول، وبعد كده بتحطي الصاج في النص. نحط السمك، الخضار تحت السمك. اقول لكم تفاصيل، التفاصيل دي بتطلع معاكم الاكله حلوه جدا والله. مش هنحط اي حاجه بقى غير نقطه زيت صغيره على السمك نفسه. نحطها بقى في الفرن. سيبه بقى ايه لغايه لما يستوي. هنبتدي هنا نشيل الورق الفويل ونشوف الخضار استوى ولا لا. طبعا فاتحه الفرن الكهرباء من تحت بس. هشغل الجزء اللي فوق فقط عشان الوش بتاع السمك ينشف معايا. عايزه اشوف البطاطس استوت ولا لا. جبت معلقه عشان اشوف البطاطس. بصوا البطاطس لسه يعني هي استوت بس مش استوت قوي، فانا عايزاها على الشوي من فوق. ممكن تستوي بقى شويه اكتر من كده. تمام. خلينا بقى ايه نشغل عليها الجزء اللي فوق كده. خلاص يا بنات معانا. بص شكله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الميزه فيه بقى مقرمش. سامعين؟ بيبقى بقى الطعم جميل جدا. هخرجه واوريه لكم. انا خرجته من الفرن اهو. بصوا يا بنات، بصوا القرمشه. بصوا حلو جدا جدا جدا. طريقه سهله وجميله جدا. وعلى فكره لو دقتوه مش هتعملوه غير بالطريقه دي. يلا بقى اشوفكم على خير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك وتدوسوا على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.